استئناف البنوك تمويل العقارات والمشاريع المختلفة الأخرى مظهر من مظاهر تعافي اقتصاد الصومال، فتمويل هذه المشاريع منح أملا لشريحة كبيرة من الصوماليين من بينهم خليف ديني الذي توفرت له فرصة تملك منزل مناسب يحلم به منذ سنوات. من الصعب جدا أن تشتري نقدا منزلا كبيرا كهذا يتطلب تملكه عناء سنوات من شراء الأرض ثم مستلزمات البناء، ولكن عندما تشتريه بالأقساط خلال فترة تمتد لسنوات فالأمر سهل. نحن سعداء بتوفر مشاريع تمويل العقارات في بلدنا للاستفادة منها. 6 بنوك تجارية بدأت عملها في الصومال بأصول إجمالية تصل إلى 200 مليون دولار وبودائع تقدر ب 143 مليون دولار وفق تقديرات صندوق النقد الدولي، وقد ساهمت في تمويل بناء 1000 وحدة سكنية بعشرات الملايين من الدولارات، فالمشتري يدفع نسبة تصل إلى 40% من قيمة المنزل على أن يدفع الباقي على أقساط قد تمتد ل3 أعوام. الصومال يتعافى من سنوات دمار وتجري الآن جهود لإعادة إعماره، ونحن كبنوك جزء من هذه الفكرة، ورغم الحاجة الكبيرة فإننا نحاول قدر الإمكان تنفيذ مشاريع عقارية يستفيد منها كثير من المواطنين، كما نمنح قروضا حسنة للأفراد والأسر الفقيرة، وكل هذا وغيره يهدف إلى تحسين الاقتصاد في الوطن. وتمول البنوك المشاريع الصغيرة للأسر والأفراد، إذ قدر عدد المستفيدين منها هذا العام بأكثر من 20,000 شخص. القروض المصرفية مكنت كثيرا من المغتربين العائدين إلى الوطن وخريجي الجامعات الصومالية من تمويل مشاريعهم الخاصة، وقد وفر هذا الأمر فرص عمل جديدة لم تكن موجودة، كما ساهم في تشجيع أصحاب الأفكار التجارية لإظهار مشاريعهم الإبداعية. ويتوقع أن يساهم تنامي دور البنوك في جذب مزيد من الاستثمارات والحد من معدلات البطالة. قد لا يعود نفع فرص التمويل التي توفرها البنوك على المستفيدين منها فقط، بل يشجع كثيرا من رجال الأعمال على الاستثمار والمساهمة في جهود إعادة الإعمار في الصومال. عمر محمود، الجزيرة، مقدشو.